اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كلهم متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكم. نبتدي اليوم كده بقى بكوبايتين نسكافيه عشان خاطر نفوق ونبدا نظبط دماغنا كده واليوم يعدي بسلام. عايزه اقول لكم النهارده اصلا انا ما عنديش شغل، بس ان شاء الله لو خلصت اللي ورايا بدري وشغل بيتي اعمل شويه بوكسات كده ايه واعرضهم للبيع، بما اني ما عنديش النهارده حجوزات ولا اي اوردرات. فاللي بيسالني على الخضاده دي بتستخدميها ازاي يا ام احمد؟ انا بحط النسكافيه مع ميه مغليه وسكر عادي، وببدا ان انا اعمل له الوش بتاعه الاول، وبعد كده بحط اللبن عشان خاطر اللبن يعمل رغوه هو كمان. يعني اللبن لما بيتعمل بالخضاده دي بتحس ان قوامه بقى تقيل شويه زي الكريمه كده، وعمل رغوه، فبيديكي بقى القوام الحلو بتاع النسكافيه بتاع المحلات اللي احنا بنشرب، او الكابتشينو يعني اللي انت بتشربيه في المحلات. بس هو الموضوع عايز صبر شويه ان انت تقعدي تعملي فيه شويه. فانا حطيت الاول النسكافيه وبعد كده بحط ايه، بحط اللبن. انا هنا بقى بعت لينا جابت طعميه، يعني كنت بعتها قلت لها اصلا بتاعه الطعميه جنبنا مش بعيد، قلت لها روح هات لنا طعميه لينا، انا من زمان قوي ما اكلتش طعميه، وبما اني عامله عيش اسمر بقى فنعمل طبق سلطه كده محترم ونعمل طعميه وناكل سندوتش ايه طعميه كده بالسلطه، حاجه كده مفتخره هترد قلب الواحد. انا اصلا من اول ما بدات دايت وانا عماله اكل بيض بيض بيض، لما حاسه ان انا هبيض يعني من كتر البيض اللي انا اكلته، حاسه ان انا جات لي قرفه من البيض، ما عدتش عايزه اكل بيض. اوقات كتير بالليل ببقى جعانه اقوم سلقه بيضه، اوقات كتير على الغدا مبقاش في بروتين فبقوم عامله بيض، اوقات كتير على الفطار بيض. فانا حاسه ان انا كده ايه جات لي قرفه من البيض. فقلت اما اغير النهارده كده ونعمل ايه، ونعمل اللهم صل على النبي طعميه. العيال بقى عايزه اقول لكم عشان بيروحوا الامتحان فمتعودين يصحوا بدري، فصحوا من بدري اصلا فطرهم وانا ولينا كنا لسه نايمين. مع ان والله انا بنام بدري برضو، يعني احنا اصلا اخرنا كلنا 10 ونص 11 بنكون نايمين. بس انا من الهده اللي بتهداه في نفسي طول النهار، ما بقدرش ان انا اقوم. أنا حتى كان ايام الامتحانات لو يوم ورايا شغل بصحيهم واكمل واشوف شغلي، لو يوم فاضيه بصحيهم للامتحان واخش انام تاني. فما بقومش كده مثلا ايه الا الساعه 10 10 ونص كده. الواحد طول النهار مهدود وبينام زي المقتول. انا ببقى نايمه نوم قلق اللي هو الشويه بتوع الصبح دول، عماله اصحى وانام اصحى وانام، بيبقى نوم قلق كده مش نوم متواصل يعني. بس ما برضاش اقوم، بقعد اقول ايه هو انا هقوم اعمل ايه. بكون فيش ورايا حاجه بصراحه بطول يعني. فلينا قالت لي يا ماما انا عايزه اعيش من ده، انت هتاكلي العيش من ده لوحدك؟ انا عايزه اعيش زي بتاعك، يا لينا اصلا بتحبي تاكل من الحاجه اللي انا باكل منها. فقلت لها خلاص انا هعمل لك منه بعامه، يعني بغض النظر عن الرجيم العيش ده صحي اكتر من العيش الابيض، لان انتوا عارفين إن الدقيق الابيض فيه سموم كتير، فهو العيش ده بيبقى صحي اكتر. فحطيت بقى الطعميه، بس طبعا لينا ما بتحبش السلطه ولا الكلام ده على الطعميه، بتحب الطعميه ساده. بعد ما عملتها لقيت لي ماما بس حطي لي حته جبنه، فجبت علبه الجبنه دي، الجبنه اللي انا شارياها، احط لها بس ايه حته صغيره كده، واروح عشان خاطر افطر، واقوم بقى نشوف هنفكر في الغدا، نشوف هنتغدى ايه، وايه اللي عندي في البيت عايز يتعمل، وايه كمان في المطبخ، ونشوف البط بقى نوريكم البط بتاعنا اللي احنا جبناه عملت فيه ايه والموضوع وصل معايا لايه. البط اللي انا محتاره فيه، وحسيت ان انا اتدبست تدبيسه جامده قوي يعني بعد ما جبته كده، لان حسيت ان انا اتدبست نفسي بجد تدبيسه صعبه. عايزه اقول لكم الناس اللي ما عندهاش سنان العيش ده بصوا بيدوب، والله العظيم انت بتاخد القطمه بتلاقي دابت في بقك ما حسيتيش بيها. بصوا بقى انا قررت النهارده ان انا هعمل كفته رز. انا كان عندي اصلا ربع كيلو رز مطحون كنت شارياه من زمان وما عملتوش، فقلت اما اجيب ربع عليه ربع كيلو لحمه مفرومه وشويه من الكزبره وفصين توم وبصلتين، واضرب كله كده في الكبه واعمل ايه حته كفته رز كده، يعني تغيير عن الاكل النهارده بصلصه، ونعمل جنبها شويه رز ابيض وايه ونلم الليل على كده. عايزه اقول كده اكل سريع اصلا اللي هو انت بتعمليها في ثواني. وطبعا انا ما فطرتش وقمت على طول، انا فضلت قاعده 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 لما شويه كتير يعني. مش قادره اقوم. ما عملتش حاجه غير ان انا بس طبقت الهدوم، وكنت غاسله اللحاف والبطانيه بتوع اللي في اوضه العيال، لسه والله ما عندهمش فوق فوق الدولاب، شلتهم بس لميتهم من على الحبل، ونشرت الهدوم اللي كانت في الغساله، واللحاف لسه على الحبل ما اتلمش، قلت اما اسيبه يتشمس له كمان يوم ولا حاجه. يعني لفيت في الشقه لفه سريعه كده اللي هو الروتين اليومي اللي احنا بنعمله كل يوم. حتى الهدوم والله ما حطيتها في الدولاب لسه، يا دوب طبقتهم وسبتهم على السرير زي ما هم، وقلت للعيال حطوا هدومكم، وهدوم انا ولينا لسه ما حطيتهاش. قلت بقى ما اخش اعمل الغدا بتاعي، انا والله جايبه طلبات، عايزه اعمل ايس كريم اللي هو الايس كريم الساندوتش، وجايبه حاجته وبرضه جايبه حاجه التشيز كيك على اساس ان انا اعمل برضه وصفه التشيز كيك، ولا عملت ده ولا عملت ده. انا بقى في الاخر ايه، انا كنت عاملهم النهارده الاثنين والله، ورجعت قلت والله ما انا عامله حاجه، ما نعمل شويه بوكسات ونبيعهم احسن. نعمل نشوف شغلنا بلا تشيز كيكات بلا بسكوتات بلا ايس كريمات، اعملي يا بنتي شويه بوكسات وبيعهم. فانا بقى ايه بدات ان انا افكر كده والله وانا واقفه، قلت لا انا اسيبني من الحاجات دي دلوقتي،
واعمل شويه بوكسات كده وبيهم، حتى انا ما صورتهمش اصلا يعني، انا عملتهم كده في السريع. بعت بقى جبت الطلبات، يعني جبت الدقيق، كنت هعمل دوناتس، وجبت الخميره، وجبت الحاجه اللي انا محتاجاها. قلت اول ما اخلص الغدا بتاعي واتغدى اقوم اشتغل فيهم على طول، كده كده نبقى لسه بدري اصلا، واليوم عاد طويل. يعني عايزه اقول لكم العيشه، شوفوا الساعه 9، فاليوم عاد اصلا طويل، الواحد قاعد بيشتغل براحته. طبعا انا عندي الكرنبتين اللي انا جايباهم امبارح من السوق لسه ما اتسلقوش، فمش هسيبهم بقى يتبلوا لان الجو حر، والكرنب هيدبل وهيبوظ. فقلت اما احط الميه كده على النار وانا شغاله كده في الغدا اسلقهم، على اساس ان ايه اخلص منهم، يعني هم مش هياخدوا مني حاجه لان هم مش كبار. حطيت بس بصله تتحمر عشان خاطر اعمل التسبيكه بتاعه الكفته، وبرده الكفته على العين، وهحط حله الرز على العين، كل حاجه على العين كده. خلال نص ساعه يكون الاكل جاهز، مش هياخد معايا وقت ولا حاجه. شغلت بقى ايه الخلاط كده، حطيت كام حبايه طماطم تتضرب، وهنبدا بقى ايه نحمر الكفته بتاعتنا اهو. شايفين انا بحب اصفي الطماطم طبعا، وهحمر بقى الكفته هياخدوا معايا طاستين، وهنزل بيهم في الصلصه. بس احنا بنحب كفته الرز مع حبايه بطاطس كده، يعني العيال بيحبوا معاها بطاطس، فانا قطعت حبايه بطاطس واحده بس، احطها مع مع الكفته كده ايه تستوى معاها وخلاص. يبقى ايه وجبه غدا حلوه كده ومختلفه. انا ما بعملهاش كتير اصلا كفته الرز، كل فتره عشان تتاكل. الحاجه لما بنعملها متكرره فتحسوا ان العيال قافله منها كده، انما بنغيب عليها. لا انا بحب كفته الرز من غير صلصه. والله يقعدوا يقولوا لي ماما ما تحطهاش في صلصه يا اولاد، هي بتتعمل بصلصه. يقول لك لا احنا عايزين ناكلها كده، طب ما نعمل كفته عاديه بقى وناكلها كده. حطيت بقى حبايه البطاطس، اول ما تغلي كده وتبقبق معايا هروح نازله ايه بالكفته بتاعتي. وهنا الرز عملت حله صغيره بس اهو، على قد ايه، لان انا عندي اصلا رز في التلاجة من امبارح، فقلت لو احتاجنا نطلع منه، ما احتاجناش دي كفت خلاص تمام مفيش مشكله. كده كده اصلا انا ما باكلش رز كتير ولا حاجه. شفت مره حد على الفيسبوك منزل بيقول انا نفسي افتح مشروع الحاجات اللي الامهات منعنا ان احنا ناكلها، اللي هي زي كفته الرز من غير تحمير، خلطه البشاميل كده من الحله من غير ما تتحط على المكرونه، خلطه الكيك نلحسها كده من الحله من غير ما تتسوى في الفرن. فنفسي افتح مطعم اعمل فيه الحاجات دي كلها، ناكلها براحتنا من غير ما حد يقول ما ينفعش اما تبقى تتسوى، ما ينفعش البشاميل لما يتحط على المكرونه. فوالله الفكره مجنونه، اللي هو بيحبوا ياكلوا الحاجات كده فيعملوا مطعم عشان اللي بيحب ياكل الحاجات كده يروح ياكلها من غير ما تتسوى على النار. بس وجع بطن والله، بقعد اقول بس العيال البيض ني في الكيك فيوجع بطنكم مثلا، البشاميل لما الوقت يخش الفرن. ففعلا العيال الصغيره كلها بتحب الحاجات دي، بس طبعا لما بيكبروا خلاص يعني. هحمر بقى الطاسه التانية. ايوه، وهننزل بكل ده بقى فين؟ على الصلصه بتاعتنا. حطيت لها بقى كمون وكزبره وبابريكا وملح وواحده من مرقه الدجاج، وزودتها بس شويه ميه كده عشان خاطر ما تبقاش تقيله. وحطيت بقى الميه على النار، وهبدا ان انا اقور الكرنبتين بتوعي على ما الرز يستوى والكفته بتاعتي تستوى، يكون انا عملت الكرنبتين، لان زي ما انتم شايفين هم ايه مش كبار ولا حاجه. الكرنب ده حلو، انا جبته جربته الاول واحده اللي هو المره اللي فاتت لما جبتها وحشيتها، هو اي ورقه تخين، وانا اول ما عملته زعلت وانا بسلقها كده وحسيت ان ورقه تخين، لان انا مش من نوعيه الناس اللي بحب الورق التخين ابدا في المحشي. بس لقيت طعمه حلو، لقيت الكرنبايه مسكره ومش مجلد. في اوقات تشتري كرنب تخين تلاقيه مجلد ومش حلو، لا هو حلو بيدوب، والكرنبايه طعمها مسكر حلو. الراجل قال لي اصلا دي مروي من ميه النيل مش من ترع، يعني ده الارض دي مزروعه جنب، قعد يوصف لي بقى. قال لي انت عارفه مش عارفه بلد ايه، بلد نواحينا بس الناحيه التانية، احنا بلدنا اصلا على عند البحر، وفي نواحينا بلد تانية بس والله ما انا فاكره اسمها ايه. قال لي دي مروي بميه النيل فهتلاقيه مسكر وطعمه حلو. بيقول له الكرنب ده تخين زي بتاع المره اللي فاتت، قال لي والله مسكر، قلت له هو فعلا مسكر والله بس الورق بتاعه تخين. بس ما شاء الله والله فرطوا لي شويه ورق كتير، شايفين قد ايه؟ يعني عملوا لي ورق كتير رغم ان الكرنبيه صغيره، بس ما شاء الله بطلع منها ورق ورق ورق، يعني شويه محترمين يعني. هحط في الميه بتاع السليق بقى ملح وكمون، وهبدا ان انا بقى اسلق الورق بتاعي. هجيب اي حاجه بس اطلع فيها الورق، بانيو كده ولا حاجه. وطبعا واخده بالي من الاكل اللي على النار عشان خاطر ايه ما ننساهوش. الرز خلاص غلى معايا اهو. انا بحب اعمل الرز في حله صغيره، ما حدش يقول حله صغيره يا ام احمد، انا عندي كام حله عارفه مقدار اكلنا فبظبط عليهم، اجي اكبر اصغر ما تلاقوا الموضوع مش ظابط معانا، فخلونا في اللي احنا نعرفه. اسلق بقى الورق طبعا. انا اول ما بحط الورق وطرى بس بطلعه، ما بسيبوش يتسلق كتير لان انا لسه هدخله الفريزر، فعشان اما اجي مطلعاه ما يبقاش مهري معايا. فانا مجرد ما الورق يطرى كده بس معايا
وكمان الكرنب بتاع الصيف بياخد سلق شويه عن الشتاء، يعني كرنب الشتاء ما بياخدش سلق، بيبقى ورقته رقيقه وما بتتحملش. انما ده يمكن ايه اسيبه همسه صغيره كده، فهسلقه كله بقى، مش هياخد معايا وقت ان شاء الله. قلت اما اخف نفسي واعمله كده قبل الغدا، لان الواحد لو اتغدى وقام بدا في الشغل ما عادش هيعرف يعمله، وهيفضل مركون على الرخامه يوم واتنين، فهتصفر وهتدبل في خساره. انا عايزه اقول لكم بس من امبارح للنهارده الورق الاخضر اللي كان على وشه كله دبل والله، ويعني ما سلقتوش اصلا، رميته. فبدل ما اسيبهم يعملوا خساره، فلا انا هعملهم النهارده كده ايه، ومش هياخدوا معايا وقت ان شاء الله. بس والله ربنا كان مسهلها وما خدوش معايا لا وقت في السليق ولا كمان في التقطيع، عملتهم على طول ما خدوش معايا حاجه. هحطهم بقى على الصينيه ده عشان يبردوا، عشان بس اعرف اقطعهم، وهخرج بره بقى عند المروحه بتاع السقف، اقعد بقى تحت المروحه كده واقعد ايه اقطعهم، لان طبعا الورق كان سخن. فما اقف اقعد تحت المروحه يبردوا اسرع. وعملتهم طلعوا 3 اكياس، يعني عملتهم على 3 اكياس، على 3 اكياس، ودخلتهم بقى الفريزر. وهنحضر بقى الغدا بتاعنا عشان خاطر اقوم اشوف انا هعمل ايه في الشغل اللي انا هعمله النهارده. انا قلت اما اعمل بوكسات كده فيها طواجن ودوناتس وكبات، يعني اعملها كده مشكله. البوكسات المشكله دي بتبقى حلوه عندي ومطلوبه، ولو انا عملتها فوري بتتباع. يعني لما يكون الواحد بيعمل حاجات فوري بيحب يعمل حاجات فيها تشكيله عشان تبقى مغريه فتمشي، مش مجرد اعمل صنف على طول بقى كل ما اعمل فوري اعمله 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 فالناس تزهق. لا، بحب ان انا انوع كده على اساس ان هو يتباع معايا على طول، ما فيش حاجه تبات، لان انا ما بحبش ابيت شغل خصوصا في الصيف، لان الكريمه نباتت يوم مثلا لتاني يوم عم تتباع ممكن ما تتباعش، فاحس ان الحاجه طعمها غير او كده. فانا بقلق من الموضوع ده بصراحه، فبحب في الصيف ابيع الشغل يوم بيوم وما احبش ابيت شغل. يمكن في الشتاء عادي ابيت شغل لتاني يوم، انما في الصيف لا ما بيتش. انا هعمل لكل واحد طبق لوحده كده، يكون فيه الكفته والبطاطس بتاعته والرز، يبقى كل واحد ليه طبق خاص. وعملت ليا بقى طبعا طبق سلطه، انا هاكل كفته عادي او كفته رز، بس هاكل منها عادي مع حبه بطاطس عادي خالص، مع مقدار الرز اللي باكله مفيش مشكله. هعمل جنبه طبق سلطه، يعني كل اللي نفسي فيه انا باكله، بس زي ما بقول لكم ايه كميه قليله عن ما كنت باكل قبل كده. يعني لو اكيد لو كنت باكل قبل كده في العادي بتاعي كنت هاكل اكتر، كنت هاكل رز اكتر، كفته رز اكتر، كنت هاكل كده يعني. انما دلوقتي باكل كميه صغيره. ده بقى البوكس اللي انا عملته اهو، الحمد لله. اول ما عملتهم وعرضتهم اتباعوا ما اتبقاش منهم حاجه. وبدات انا الم المطبخ بتاعي بقى بعد ما خلصت كده الشغل. طبعا المطبخ كان اتكركب، فبدات كده الم المطبخ. انا ما اشتغلتش، ما عملتش بوكسات كتير، فالمواعين ما كانتش كتير. هو كان المطبخ مكركب بس المواعين ما كانتش كتير، يا دوب هم الشويه دول، ما فيش صينيه تانية عليها مواعين ولا حاجه، لا هم الشويه دول بس. لما يكون المواعين في جنب واحد اعرفوا ان الدنيا ما كانتش ايه معكوكه قوي كان نص نص. فلميت المواعين كلها غسلتها الحمد لله، وروقت بقى على المطبخ بتاعي ومسحت الرخام بتاعي. وكمان اديت مسحه للبوتاجاز كده في السريع، عايز يتغسل غسله عميقه، بس الظاهر ان هو ما عادش هيتغسل الا على العيب بقى وعليكم خير اليومين دول والله انا حاسه ان انا مش متظبطه خالص. يلا بقى نشوف ايه البطوطات بتاعتنا. هيا بطوطه بنتي، بصوا قاعده جنبهم طول النهار تتكلم معاهم، وانت عامله ايه يا بطه، انت حلوه يا بطه، ايه وعماله تتكلم فيهم وتروح وتيجي تتكلم فيهم. فبقول لها يا لينا، وبنت مقتنعه، انتوا ما تعرفوش المشكله، بنتي مقتنعه ان هم عصافير مش بط. انا ما اعرفش كانت شبطانه فيهم ليه، هي مفكره ان هم عصافير عشان لونهم اصفر. هي بتقول لي هو البط مش بيبقى لونه كده، يعني هي بتشوف بط كبير بس ما بتشوفش بط صغير. فبتقول لي البط مش بيبقى لونه كده، فعماله تقول لي ماما العصافير اكلت يعني تخرج وتيجي ماما العصافير اكلت، العصافير شربت. عصافير ايه يا بنتي، ده بط. فبنتي مقتنعه ان هم عصافير علشان خاطر هم لونهم اصفر، فهي في دماغها ان هم عصافير كده. فبيقول لك ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها فقلت لها يا لينا ده بط، ده لما يكبر احنا نذبحه. تقول لي لا ما تعمليش في كده مش هيتذبح، لا انا بحبهم، ومسميه كل واحده باسم وقاعده جنبهم تتكلم بهم طول النهار. انا عشان بس لسه صغيرين، يعني هما كانوا عمره 3 ايام وانا جايباهم، فقلت اما اسيبهم يبقى عمره مثلا 10 ايام ولا حاجه، واخرجهم البلكونه بقى يكون ايه الدنيا امان عليهم كده شويه، يكون الجو بدا برضو ايه ما يغيرش، لان عايزه اقول لكم الجو الفجر بقى يبرد شويه، فقلت عشان ما يبردوش مني. اما يتموا 10 ايام هطلعهم بقى البلكونه، اعمل لهم حوضيه كده واحطهم فيها، وهم ونصيبهم بقى ايه. كملوا معايا بالخير تمام، ما كملوش معايا لان بدات اقرف منهم بصراحه، اروح اشوف اي حد بقى ايه بيربي اعطيهم له خلاص. وما تقلقوش على البطوطات يا جماعه، البطوطات في رقبتي ما تقلقوش عليهم ما تقولقوش عشان ما تسالوني البط عامل ايه، البط عامل ايه. هم بداوا بقى ايه يشخوا لي بقى ويقرفوا لي في عيشتي، وبدا في روايح جميله بتطلع عارفين، وكل شويه اشيل النشاره واحط نشاره جديده عشان الروايح الجميله. وبعدين قاعدين يصوصوا لي في المطبخ وانا ما بحبش حد يتكلم جنبي وانا شغاله فعاملين لي قلق كده، فلسه ما اتعودتش عليهم يعني.
حاطه لهم والله الاكل وحاطه لهم ميه ومروقه عليهم اخر تروقه وجايبين لهم شكاره نشاره، ورا بعت عند ابويا جبت نشاره. فهنشوف بقى ايه الموضوع هيمشي معايا بايه. واللي جايب بقى بط معايا تابعوا معايا وقولوا لي اعمل لهم ايه، احط لهم ايه واربيهم ازاي، لان بصراحه اول مره انا ربيت مره فراخ بيضه وكانوا حلوين والله. تاني مره جبتهم ماتوا مني هم صغيرين، ما لحقتش اتهنى بيهم. يعني اول مره طلعوا وكانوا كبار وحلوين، تاني مره كنت تعبت وما فقتلهمش فماتوا مني، فتعقدت بصراحه وما عدتش جبت خالص ولا عدت عملت. فانتوا قولوا لي بقى نربيهم ازاي ونعمل فيهم ايه ونكمل المشوار معاهم ازاي، وهل هينفع في بلكونه ولا الموضوع هيبقى صعب. واشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ حلو حد ام احمد في رعايه الله، مع الف سلامه.